لما كنت في المدرسه كان في سنين ببقى شاطر فيها في الرياضه، وكنت بحس ان انا المفروض ادخل هندسه، وسنين تانية الموضوع كان بيبقى العكس خالص. ولما دخلت ثالثه ثانوي لان كنت ازهر كان عندي الاوبشن ان ادخل هندسه او طب، كنت متردد هل لو جالي هندسه ادخل ولا لا. الموضوع ده ما كنتش لاقي له تفسير لحد ما قرات كتاب مايند سيت لكارول دوين، وكان بيجاوب على السؤال ده: هل احنا بنتولد بنحب مجالات معينه زي الرياضه والرسم مثلا، ولا دي حاجه احنا بنكتسبها؟ ولو بنكتسبها ايه الحاجه اللي بتخلينا نكتسب؟ السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. في دراسه اتعملت على الاطفال كانوا مقسمين الاطفال لمجموعتين، المجموعتين دول بيحلوا بازل. مجموعه منهم لما كانوا بيحلوا البازل كانوا بيمدحوهم على المجهود اللي بذلوه في حل البازل، المجموعه الثانيه لما كانوا بيحلوا البازل كانوا بيمدحوهم على ذكاء. بعد كده سالوا الاطفال: نجيب لكم بازل اسهل ولا اصعب؟ المجموعه اللي مدحوهم على المجهود اللي بذلوه في حل البازل الاول طلبوا ان يجي لهم بازل اصعب، اما المجموعه الثانيه اللي اتمدحوا على ذكائهم في حل البازل الاول طلبوا ان البازل اللي يجي يبقى اسهل. كمان لما ادوا الدرجات للاطفال طلبوا منهم ان يكتبوا الدرجات دي على السبوره او يوريها لحد من زمايلهم. الاطفال اللي اتمدح على ذكائهم لما طلب منهم يقولوا الدرجات دي او يكتبوها على السبوره كانوا بيكتبوا درجات اعلى، عكس المجموعه اللي اتمدحت على المجهود كانوا بيكتبوا الدرجات اللي هم جايبينها فعلا. الكتابه بتفسر ده بان الاطفال اللي اتمدحوا على ذكائهم كسبوا فيكسد مايند سيت او عقليه الثبات، وهي ان الواحد يبقى معتقد ان ذكائه ثابت وان هو اتولد بقدره معينه في المجال ده وبالتالي مش هيقدر يغير. وده بيفسر ليه لما اتسالوا يتجاب لهم بازل اسهل ولا اصعب المجموعه دي اختارت الاسهل. كمان ما كانش عندهم مانع يكذبوا لما اتسالوا على الدرجات، لان لو الذكاء ثابت الواحد مش هيبقى عنده مانع يكذب عشان يطلع شكله حلو، وهيبقى خايف دايما ان يبقى في تشالنج للذكاء ده لانه شيء ثابت ومش هيقدر يغير. ده بيفسر ليه اختاروا البازل الاسهل على عكس الاطفال اللي اتمدحوا على مجهودهم اللي بذلوه في حل البازل ده واللي اكتسبوا جروث مايند سيت او عقليه النمو، بان الواحد يبقى معتقد ان ذكائه في حاجه معينه بيكون بقدر المجهود اللي بيبذله في الحاجه دي. وده بيفسر ليه الاطفال اللي في المجموعه الثانيه اختاروا بازل اصعب، لان هم مؤمنين ان البازل الاصعب هيحتاج مجهود اكبر، كل ما بذلوا مجهود اكتر زاد ذكائهم في الموضوع ده. ده بيفسر القصه اللي انا قلتها في الاول بتاعه الرياضه. المشترك في السنين اللي انا كنت شايف نفسي فيها ذكي في الرياضه هي ان ببساطه كنت ببذل مجهود فيها اكبر، والعكس صحيح، بمعنى ان انا ما اتولدتش ذكي في الرياضه او غبي فيه، ده ما كانش عامل بيأثر في الموضوع اصلا. الحاجه المؤثره فعلا هي المجهود اللي كنت ببذله فيه. برضه انت لو ركزت في حاجه انت شاطر فيها هتلاقي نفسك بتبذل فيها او بذلت فيها مجهود اكبر، مش لانك اتولدت بتحب الحاجه دي او ذكي فيها بالفطره. المايند سيت او العقليه دي مش حاجه ثابته في كل المجالات، بمعنى ممكن يكون عندك فيكسد مايند سيت او عقليه ثابته في مجال معين وعندك جروث مايند سيت او عقليه النمو في مجال تاني. مثلا يكون عندك فيكسد مايند سيت في ماده زي الرياضه تقول ان انت اتولدت مش ذكي فيها وان المجهود مش هيفرق فيها، لكن في نفس الوقت يبقى عندك جروث مايند سيت في مجال تاني زي التمرين مثلا، كن مؤمن ان انت لو اتمرنت في حاجه معينه وبذلت مجهود فيها ده هيحسنك فيها. موضوع المايند سيت على الرغم من اهميته جرب معرفتك بالموضوع بس هتخليك تغير، بمعنى ان انت بتشوف الحاجه اللي بتقول لنفسك فيها جمل زي الحاجه دي مش ليا او انا اتولدت مش ذكي في الحاجه دي، وتشوف هل انت فعلا بتبذل فيها مجهود ولا لا. بس هل المجهود لوحده كفايه؟ اتفرج على الفيديو ده عشان تعرف. السلام عليكم.